تعالى اوريكي الجمال ده. بصوا البسكوتة دي او الكوكيز ده. عايزه اقول لكم بقى النهارده باقي معايا شويه كعك بالسكر. قلت بقى ايه عمال اجيبه يمين شمال عشان ياكلوه مش راضيين. عايزه اقول لكم بقى انا ايه يعني استخسرت ارميه بامانه، سكر ودقيق وسمنه خساره. تعالوا بينا بقى نعمل بيه البسكوته الحلوه اللي انتوا شفتوها في الاول. كسريه زي ما انت حابه كسريه، اضربي في الكبه بقى، ارسيه بايديكي، كسريه كده زي ما انا عملته بالهراسه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. يلا بينا بقى نقول هنعمل ايه تاني مع بعض. مكوناتنا كلها سهله وبسيطه يا جماعه وما بتاخدش اي حاجه، كل المكونات موجوده في قلب الكعك. احنا بس هنضيف كده معلقه كاكاو زي ما انتوا شايفين، معلقه كاكاو خام كده نقلبها على الكعك، وبضايه في نفس الطبق اللي كنا عاملين فيه، وهحط عليها سنه فانيليا واقلبها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هروح بقى ضايفه البيضه دي على الايه على الكعك بتاعنا مع الكاكاو بالشكل ده كده. هلم بقى العجينه بتاعتي او الكعك بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. هروح بقى جايبه كده حوالي عن ايه يعني ربع كوبايه من الميه في نفس البوله بتاعه البيض، وهبدأ انزل بمعلقة معلقة كده تدريجيا لغاية ما العجينة بتاعتي تلم. عايزة اقولك على حاجة تانية، لو عندك الكعك بتاعك سادة بدون سكر، اطحني بقى شوية سكر وحلي حسب ما انتي حابة الكعك بتاعك. وزي ما انتوا شايفين كده لميت العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. هبل ايديا بس نقطة زيت واروح بقى مكوراها بقى عبارة عن كور بسيطة. لميته كده ما عجنتش يعني يا دوبك اتلم معايا بالشكل ده كده. حطه بقى في اي صاج وابدأ برضه ابل ايديا كده زيت، وابدأ كده ايه ابططها حاجة بسيطة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. خلصت كل الكمية على طول في فرن سخن، ما بيقعدش معانا 10 دقايق في الفرن ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا جماعة. تعالوا بينا بقى نحط في طبق. حابة بقى تزوقيه بأي حاجة أي صوصات، صوص شوكولاتة أبيض كده عشان يكسر معاكم اللون. بس أنا عايزة أوريكم لونها من جوه عاملة ازاي. شايفين انتوا البسكوتة من جوه اللون الذهبي بتاع الكعك مع اللون الكاكاو بالشكل ده كده ومقرمش. عايزة أقول لكم وصفة لذيذة وسهلة وسريعة وكده بقى. بقول لكم لو عجبكم تدوير الكعك على طريقة تيتا ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعة عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.